السلام عليكم خوتي. اليوم رجعتكم بنوفل فيديو خوتي. على بالي طولت عليكم 3 ايام ما درت فيديو، مي اليوم رجعنا لكم بنوفل فيديو خوتي. قبل ما نبداو نهضروا على الفيديو، كما قلنا الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا على نبيل بن طالب والمشاجره اللي دارها. بصح قبل ما نبداو نهضروا على الموضوع تاعنا خوتي، نتمنى من كل واحد راه يشوف معنا فيديو الفيديو ابوني في لاشين، يفعل الجرس. خويا انت اذا ابوني ومش تفعل الجرس ما درت والو. ابوني وفعل الجرس باش توصلوا اشعارات كي نديروا فيديو جديد، وما تنساوش تعاونونا بجام. والقناه تاعنا الزوجه راهي في الديسكريبسيون للمعلومات والجيمنج، ضربوا عليها طلة ابونوا فيها. ونرجعوا لموضوعنا. عاد الجزائري نبيل بن طالب النجم الشارك الألماني لإثارة الجدل من جديد خلال تدريبات فريقه التي شهدت دخوله في شجار مع أحد زملائه. وذكرت صحيفة ووز الألمانية أن بن طالب اشتبك مع زميله السنغالي ساليف ساني خلال مشاركتهما في تدريبات الفريق الأخيرة. وأكدت ووز دخول الجزائري في مشادات كلامية مع المدافع السنغالي قبل اشتباكهما بالأيدي بسبب اختلافهما خلال الميران. وعاد بن طالب للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا بعد إعلان النادي معاقبته بإجباره على التدرب مع الفريق الرديف كإجراء تأديبي. ورغم ذلك هدأت الأمور بين الثنائي، وبعد دقائق معدودة اجتمع بهما المدرب هوب ستيفنز ليشارك سويا في تقسيمة خلال الميران، والتقط صورة ثنائية بعد الفوز على الفريق الآخر. وهذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم خوتي. ما تنساوش تكتبوا لنا آراءكم في التعليقات والتساؤلات تاعكم. رانا هنا خوتي، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو خوتي. ما تنساوش إذا عجبكم ديروا لنا جيم، ودمتم في رعاية الله واحد.